5 حيوانات بتبيع صحابها عشان تعيش. بعتني بكام يا صاحبي؟ تخيل معايا انت وصاحبك بتجروا من اسد. انت هنا مش محتاج تكون اسرع من الاسد، انت بس محتاج تكون اسرع من صاحبك. والظاهر كده ان في حيوانات فهمت المبدأ ده قبلنا بكتير. فتخيل كده صديقي انك فرد وسط قطيع من الجاموس الافريقي، والدنيا جميله والقطيع كله حواليك ومفيش اي مشكله خالص. لكن اول ما يحصل هجوم من اسد المعادله بتتغير تماما. فالطبيعي ان وجودك جوه قطيع بيضمن لك الحمايه، لكن لو ما كنتش سريع في الهروب والقطيع كله سابك هتلاقي نفسك لوحدك، وهتلاقي نفسك فريسه سهله للاسود، لانها بتحاول انها تعزل فرد عن القطيع بحيث يكون اسهل في الصيد. ولو الفرد ده طلع انت فعادي خالص، القطيع كله هيكمل هروب وانت هتفضل لوحدك. هيسيبوك تواجه الاسد لوحدك، يعني حضرتك بقيت كبش فدا، بس على الاقل محدش فيهم زقك بايده. وده لان الغدر الحقيقي ان اصحابك يخلوك انت الاقرب للمفترس. فالمره دي تخيل نفسك فرد وسط مجموعه ضخمه بالاسماك، وفجاه من العدم ظهر مفترس. فطبيعي ان كل الاسماك اللي حواليك بدات تدخل جوه السرب عشان تحمي نفسها، وانت لسه يا عيني على الطرف. بس هنا بتظهر مشكله بسيطه، كل واحد فيهم عاوز يحطك انت بينك وبين المفترس. يعني كل الاسماك بتحاول تدخل جوه وانت ما تعرفش المفترس هيجيلك منين. اصحابك حرفيا خلوك درع بشري او سمكي في الحلقه دي. بس يا صديقي انا مش عاوزك تزعل، لان الغدر كان جاي من الصحاب بس مش من اخواتك. فتخيل انك لسه جاي على وش الدنيا، واول حد يقرر ينافسك على حياتك هو اخوك. وده اللي بيحصل بالظبط بين صغار الضبع المرقط. بس ثانيه واحده، انت نسيت تعمل اشتراك صح؟ يلا بقى اشترك، لان اكتر من 90% من اللي بيتفرجوا على الفيديو مش مشتركين اصلا في القناه. وخد لك لفه كده فيها هتلاقي محتوى يعجبك. يلا نرجع لموضوعنا. المنافسه بينهم بتكون على الوصول للام والرضاعه، وهم لسه في سن صغير. وفي الظروف الصعبه لو اخوك قدر يسيطر على الرضاعه اكتر منك، انت اللي هتاخد غذاء اقل وتضعف، وفي النهايه انت اللي هتموت. يعني لسه جاي الدنيا جديد، واول عداوه فتحتها كانت فريندلي فاير. بس لسه في نوع اغرب من الغدر، ان اصحابك ما يبيعوكش عشان الاكل ولا حتى عشان يهربوا من المفترس، هم بيخلوك تجرب انت الخطر الاول. فتخيل معايا نفسك دلوقتي انك بطريق، فمعلش انا عارف انك خليتك تتخيل نفسك حيوانات كتير، فما جاتش يعني على البطريق، وانك واقف وسط مجموعه من البطاريق على حافه ميه. هنا كل واحد مستني التاني يضرب غطس في الميه الاول عشان يعرف الفوكمه اللي هتفترسه موجوده فين. فتلاقي المجموعه متردده ومحدش فيهم عاوز يكون الاول، لحد لما اول واحد فيهم ينزل الميه. ولو الدنيا امان الباقي يقرر ينزل وراه، ولو ما كانتش امان هو عرف الاول واحنا عرفنا من خلاله. فبس كده، منشن بقى لصاحبك اللي ممكن يبقى عادي، ودوس لايك عشان تشجعني اعمل محتوى تاني.